قام جاك فقال له my personal identity shows that I am honest, helpful and creative. my personal identity دي قلنا معناها الهويه الشخصيه، مواصفات يعني شخصيه او معلومات عني يعني شخصيه، بيتكلم عن نفسه هو. تمام. قال لك shows that، فعل show معناه بيظهر او بيعرض حاجه. تمام. قال لك هويتي الشخصيه بتظهر ان، ذات معناها ان، بتظهر ان انا honest دي معناها امين، ان انا شخص امين، يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي والله يا جماعه، تواضعوا كده. help معناها بيساعد، helpful معناها مساعد، معناها خدوم، بس مش مساعد ان هو بيساعد حد في الشغل، لا ده شخص خدوم، شخص بيحب ان هو يساعد الناس يعني. تمام. and creative دي معناها، انتوا ممكن تكونوا عارفين على فكره، يعني مثلا لما صاحبك بيعمل حاجه فتعجبك وتقول له يا ده انت عيل كرييتيف دي معناها مبدع. تمام. نكمل. فقال لك my interests are sport and science. interests دي معناها اهتمامات. كلمة interest مفرد اهي، مع interests بالاسم معناها اهتمام. انا اهتمامي مثلا ان انا بحب اعمل كذا، مهتم بكذا، انا مهتم بالحاجة دي. يعني عندك فعل interested in دي معناها مهتم بيه، ممكن نكون عارفينه طبعا الفعل ده. my interests معناها اهتماماتي، are sport اللي هي الرياضة and science العلوم، اهتماماتي بتكون بالرياضة والعلوم. in the future طبعا معناها في المستقبل. I hope to study. hope دي فعل معناها بيأمل، بيتمنى، نفسه. أنا نفسي إن